المشروب السحري الطبيعي اشربيه 3 مرات يوميا، مرة بعد الفطار ومرة بعد الغداء ومرة بعد العشاء. هتنبهري من الفوائد بتاعته، وبجد هيخلي جسمك مظبوط بالملي. تعالي اعرفك عليه. مشروب طبيعي سهل جدا، بتجيبيه من عند العطار تعمليه، والافضل انك ما تغلوهوش على النار. هقولك الطريقة الصحيحة بتاعته، وهقولك فوائده كمان اللي هتخليه فعلا ما يتقطعش من البيت عندك، وتشربيه 3 مرات يوميا. اللي معانا ده البابونج، زي ما انتوا شايفين شكله. ده بابونج يعتبر كده ان هو مش مطحون، بس يعتبر كده ان هو يعني قريب من الطحن شوية. ممكن تجيبيه صحيح وممكن تجيبيه بالشكل ده من عند العطار على حسب ما انتي بتفضليه. الطريقة الصحيحة بتاعته انك بتغلي المية وتسيبيها تغلي كويس لوحدها، وتغسلي الكمية على حسب المج اللي هتشربي فيه. مقدار المرة اللي هتشربي فيها تغسليه كويس جدا تحت مية جارية عشان ينزل اي تراب عليه، وبعد كده تحطيه في المج بتاعك بدون تحلية باي سكر، وده الافضل. انما لو عايزه تحلي او بتحبي تشربي الحاجات دي متحليه، حطي السكر الدايت افضل طبعا من السكر الابيض، لان السكر الابيض بيضيع شويه من فوائد المشروبات الطبيعيه والاعشاب الطبيعيه. وبعد ما تخلصي خلاص الخطوه دي وتغسليه كويس، تروحي تحطيه في المج بتاعك وتنتظري الميه لما تغلي، تروحي حاطه على الميه المغليه وتقلبيه بشكل كويس وتغطيه كويس. وبعد ما تغطيه سيبيه ينزل كل الفوائد بتاعته، عشان الفوائد ما تتبخرش مع بخار المية اللي طالع منه. وبعد كده تروحي تصفيه كويس وتشربيه بألف هنا وشفا. ولو حابة تحليه بحاجة طبيعية فالأفضل العسل النحل. طيب هو ايه ده؟ احنا قلنا ده بابونج. طب بيعمل ايه البابونج، او ايه الفوائد اللي هيخليني اشربه 3 مرات يوميا؟ لو عندك اي مشاكل في المعدة واضطرابات في المعدة، وبيقيك كمان من البواسير وبيخفف ألمها، واي التهاب في الجلد والتهيج بتاع الجلد، وعلاج طفح الجلد والحفاضات بتاعه الاطفال لما بيلتهبوا منها، ده مفيد جدا جدا ليهم. كمان هقولك على فوائده، ان هو بيحسن النوم وبيديكي كده احساس باللي هو راحة كده واسترخاء، وبيقلل مشاكل الجهاز الهضمي زي ما اتفقنا. بيتحكم في نسبة السكر في الدم وبيعزز صحة القلب. كمان من اهم الحاجات اللي بيعالجها الالتهابات ونزلات البرد، والمساعدة على النوم بشكل كويس. وكمان كويس جدا لمرضى السكر، وبيعالج التوتر والقلق. ومن اهم الحاجات برضو بيخفف آلام الدورة الشهرية. طيب احنا المفروض نشربه قد ايه؟ اي وجبة تاكليها الافضل انك تشربي بعدها البابونج لو بتعاني من سوء هضم او اي مشاكل في الجهاز الهضمي. وهو ممتاز جدا عشان بيخليكي فعلا فعلا تتخلصي من اي شعور بالتوتر والقلق، وبيديكي كده زي ما قلت استرخاء. وكمان اي اضطرابات في الجهاز الهضمي فعلا بيعالجها. وممتاز جدا للقولون، الناس اللي بتعاني من قولون ومغازات كتيرة ومشاكل دي، ممتاز جدا جدا للقولون. وزي ما اتفقنا الافضل انك تشربيه 3 مرات يوميا، وانتي طبعا براحتك وعلى حسب اللي بيريحك، مرة مرتين 3، بس انا بقولك على الافضل. ومن اهم الحاجات برضو انه ممتاز جدا ان هو للكلى والكبد، يعني اي مشاكل بيعالجها بس مع الاستمرار عليه. وبيبدأ مفعوله لما تنتظمي عليه بعد اسبوعين، فما تتوقعيش انك هتشربي مج فهيعمل كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها. انتظمي عليه لمدة يعني اسبوعين، هتلاقي الفوائد بتاعته بدأت تظهر عليكي وهتستفيدي منه احسن استفادة. وبيضرط الغازات من البطن زي ما اتفقنا. كمان حلو جدا جدا جدا، بيحفز على تخسيس او انقاص الوزن وحرق الدهون. وممكن تعمليه مع خلطات، يعني ممكن تشربيه مع اي اعشاب تاني، وممكن تشربيه لوحده على حسب ما انتي عاوزة. وزي ما اتفقنا دي كده كل الفوائد بتاعته اللي هتخليكي فعلا تشربيه بشكل يومي، تستفادي منه كويس جدا. وفعلا من افضل المشروبات الطبيعية اللي انا بحبها جدا. خلال اليوم بتاعي لازم اشرب مج على الاقل، وفعلا مطبخي لازم يكون فيه بابونج لانه مفيد جدا جدا. حتى الاطفال، لو معاكي طفل عدى السنة وعنده اي مشاكل او الاضطرابات في الجهاز الهضمي، اي مشاكل في الغازات والحاجات دي، مفيد وممتاز جدا جدا ليه.